السلام عليكم، عاملين إيه؟ يا رب دايمًا تكونوا بخير. انسوا أي فراخ شويتوها قبل كده، سواء كانت فراخ مشوية على الشواية أو حتى على الفحم، وجربوا طريقة الفراخ دي، طريقتها بسيطة وبتتبيلة بسيطة، الفراخ قد إيه مستوية وطعمها تحفة. لو أول مرة بتشوفوني أنا رنا، ما تنسوش اللايك والاشتراك وتصلوا على سيدنا محمد في الكومنتات، ويلا نشوف الفراخ المشوية القمر دي إزاي عملناها بأبسط طريقة. أول شيء هاعمل محلول نقع بسيط كده عبارة عن مَيّة، وهانزل بحوالي 4 معالق كبار من الخل ومعلقة واحدة بس من الملح، وهانزل بالفرخة وهاسيبها حوالي يعني ساعتين كده أو أكتر كمان، كل ما هتقعد في المحلول ده أكتر كل ما هتكون أفضل، يعني ممكن تسيبوها ليلة كاملة كمان في التلاجة. بعد كده هاصفيها من المَيّة كويس جدًا، ويا سلام لو عندنا مناديل مطبخ وننشفها كويس من المَيّة اللي موجودة فيها. التتبيلة القمر البسيطة بقى هتكون عبارة عن 4 معالق كبار من الزبادي، معلقة كبيرة من البابريكا، 3 معالق من الزيت، ملح، ونص معلقة من الفلفل الأسود، نص معلقة من توابل الفراخ، وكمان معلقة من الكزبرة الناشفة. هديهم تقليبة يا بنات، وهنزل عليهم بمعلقتين كبار من الصلصة، سواء بقى صلصة جاهزة انت عاملاها في البيت أو صلصة جاهزة. وكده يا بنات التتبيلة جاهزة، أظن مفيش أسهل من كده. جبت هنا 3 بصلات قطعتهم شرائح، هنزل عليهم يا بنات بمعلقتين كبار من التتبيلة اللي احنا لسه مجهزينها، وهبدأ ان انا ادعك كده البصل مع التتبيلة دي. هاخد منهم شوية كده يعني حوالي الربع بس كده في طبق خارجي، وهقول لكم هنعمل بيهم ايه دلوقتي. في صينية بقى هنزل بالبصل، وطبعا انا زي ما قلت لكم انا اخدت جزء منه على جنب. الخضار بقى انزلي بالخضار اللي انت تحبيه، جزر، بطاطس، كوسة، بسلة، اي نوع خضار موجود عندك ممكن ان انت تستخدميه في الوصفة دي. نزلت كده ببطاطستين وجزراية بس وقرن كده من الفلفل الاخضر، وزي ما قلتلك اي نوع خضار عندك ممكن ينفع جدا. الفرخة بقى بتاعتنا هجيب البصل اللي انا اخدته على جنب، هحشي بيه الفرخة. كوباية من المية نزلت بيها كده، وزعتها في الصينية تحت الفرخة. وبعد كده هجيب التتبيلة بتاعتنا يا بنات، وابدأ ان انا ادهن الفرخة من كل مكان. في الوقت ده انا مشغلة الفرن يسخن كويس جدا. حد اخد باله من حاجة؟ انا مش عارفة، الدبانة سابت الدنيا كلها وجاية تدخل في الفرخة، انا مش عارفة هي مستقصداني ولا ايه الحكاية. المهم بعد كده دهنت الفرخة من فوق، قلبتها على ضهرها كده وبدأت إن أنا أدهنها كويس جدًا. هاجيب بقى ورقة زبدة وعليها ورقة فويل، وهاغلفها كويس أوي. الفرن زي ما قُلت لكم أنا مشغّلاه يسخن، هادخّل الفرخة على قاع الفرن، وأول ما تبدأ في الغليان هاخلّي النار متوسطة، وباشغّل الفرن من فوق على نار هادية جدًا. بعد مرور نص ساعة باشيل الفويل وورق الزبدة، وبابدأ إن أنا أحمّرها من ضهرها. دايمًا بنشوف في كل الفيديوهات بنحمّر الفرخة من جنب واحد مش بنقلبها، لأ، أنا باحب أعملها كده عشان تبقى متحمّرة من كل اتجاه. بعد نص ساعة باخرّجها بقى أعدلها على وشّها، وأبدأ إن أنا أدهنها تاني من باقي التتبيلة، وباغطّيها بورق الفويل تاني وورق الزبدة، وادخّلها الفرن تاني حوالي كمان ساعة حسب بقى حجم الفرخة مدة التسوية. أول ما يمُر نُص ساعة كمان باشيل بقى ورق الزبدة والورق الفويل، وادّيها اللون التحفة اللي أنتم شايفينه قدّامكم ده، متحمّرة من كل اتجاه، دايبة ومستوية جدًا، وطعمها وريحتها تحفة يا بنات. لو جرّبتوها مرّة أنا متأكدة إن هتجرّبوها كتير. أتمنى إن الفيديو يكون عجبكم، هاسيبكم في رعاية الله والسلام عليكم.